ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. احنا لما بنبقى ماشيين في الشارع وبنشوف لقمة عيش واقعة على الارض بشكل طبيعي جدا ودغري بنقوم شايلينها وبايسينها 3 مرات وحاطينها جنب الحيطة. احنا بنعمل ده ليه؟ ده بسبب الوعي الجمعي اللي دايما بقول لكم عليه وهفضل اقول عليه. الوعي الجمعي ده هو اللي احنا توارثناه عن اجدادنا واجداد اجداد اجدادنا قدماء المصريين. ارتباطنا بالعيش في مصر تحديدا او في مجتمعنا ارتباط مقدس جدا، وفكرة ان احنا بنبوس العيش ونحطه جنب الحيطة بشكل لا واعي احنا بنعمل اعادة احياء لأسطورة إيزيس وأوزوريس، وتحديدا فكرة قيامة أوزير من بين الأموات. ليه؟ لأن في الأسطورة المصرية القديمة قيامة أوزيريس من بين الأموات كانت بتتجلى في فكرة إن بيطلع من جسده سنابل القمح اللي احنا بنعمل منها العيش. والقيامة دي أو سنابل القمح دي بتطلع من جسد أوزير اللي توفى أو مات يوم 29 كيهك أو 29 كياك الموافق 7 يناير. وليه 29 كيهك أو 30 كيهك تحديدا اللي هي إحياء ذكرى قيامة أوزير أو عيد أوزير؟ لأن فصل أخت اللي هو فصل الفيضان في مصر القديمة بيبدأ من شهر توت لحد كيهك، وتوت ده دلوقتي بيتوافق في التقويم الجريجوري مع شهر سبتمبر، و29 كيهك اللي هو المفروض يوم قيامة أوزير ما بين الأموات، ونهاية فصل أخت اللي هو فصل الفيضان بيبقى في 29 كيهك الموافق 7 يناير. بعد الاحتفال بقيام أوزير من بين الأموات في 29 كيهك بيبدأ على طول فصل البرد أو البرد زي ما احنا بنقول في لغتنا المتطورة دلوقتي. والفصل ده هو اللي بيبقى في بداية الاستقرار علشان الفيضان خلص، فبيبدأوا يهيئوا الأرض للزراعة وبداية رجوع الحياة للأرض. علشان كده نهاية فصل أخت اللي هو فصل الفيضان بينتهي بإحياء أوزير أو قيامة أوزير من بين الأموات، اللي هي ترجمة أو محاولة للتفسير المنطقي لفكرة إن الأرض الميتة دي بتطلع النباتات الحية اللي إحنا بناكلها ونعيش عليها. وبس يا سيدي، هو ده أصل إحنا ليه كمصريين بنبوس العيش في أي حتة في الدنيا، سواء كنا جوه أرضنا وبلدنا أو مغتربين بره. بمجرد إن إحنا بنشوف لقمة عيش وقع على الأرض بناخدها ونبوسها 3 مرات ونحطها جنب الحيطة. أما فكرة بقى إن إحنا بنبوسها 3 مرات فده موضوع حلقة تانية. أشوفكم الحلقة الجاية، ويا رب تكونوا خرجتوا بمعلومة مفيدة من الحلقة دي. كان معاكم داليا سعد الدين، مع السلامة.